شباب تالتة اعدادي، اهلا بيكم في الجزء الثاني من الدرس الاول قارات العالم. احنا عرفنا الموقع الجغرافي للقارات. تعالى هنبدأ نتكلم عن كل قارة شوية. نبدأ الكلام عن قارة امريكا الشمالية، مفيش معلومات زيادة عليها. لو تتكلم عن قارة امريكا الجنوبية، المعلومة اللي عندك في الكتاب عنها ان هي قارة اشبه للمثلث، ادي ضلع، ادي التاني، ادي التالت، يبقى هي قارة اشبه للمثلث. تعال نشوف الكلام اللي مكتوب عن قارة آسيا. قارة آسيا هي قارة متحوطة بالمية من 3 اتجاهات. من فوق زي ما احنا حفظنا مع بعض، المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهندي، المحيط الهادي. يعني ممكن في الامتحان يجي يسألك يقول لك بما تفسر تعتبر قارة آسيا شبه جزيرة؟ هقول له لأنها متحوطة بالمية من 3 اتجاهات. هي أكبر قارة من قارات العالم، وفيها أكبر بحر مغلق اللي هو بحر قزوين. القارة دي فيها جزر واشباه جزر. جزر زي دي جزر اليابان وجزر الفلبين. يبقى القاره دي فيها هي اكبر قارات العالم، متحوطه بالميه من 3 اتجاهات، فيها اكبر بحر مغلق بحر قزوين، فيها جزر زي جزر اليابان وجزر الفلبين. زي ما قلنا فيها جزر، فيها اشباه جزر زي شبه الجزيره العربيه هنا، وشبه جزيره المالايو، وشبه جزيره المالايو. اتفقنا؟ يبقى القاره دي فيها اكبر بحر مغلق وهي اكبر قارات العالم، يبقى بحر قزوين، نشوف مكانه كويس. بعدين هتلاقي جزر اليابان، جزر الفلبين، دي جزر، وطبعا مجموعة الجزر دي اصلا هي اسمها جزر اندونيسيا، وبرضه تابعة لقارة اسيا. تعالى هتلاقي عندي شبه جزيرة زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المالايو. لو هنيجي نتكلم عن قارة افريقيا، هتلاقي ان قارة افريقيا الجزر فيها قليلة. ازاي؟ هتلاقي ان فيها جزر زي جزيرة مدغشقر وجزر القمر وجزر القمر. تعالى كده نسمع الجزر اللي احنا حفظناها: جزر اليابان، الفلبين، مدغشقر، والقمر. اشباه الجزر شبه الجزيرة العربية، شبه جزيرة المالايو. عندي قارة استراليا، هي قارة اصلا بتتكون من مجموعة جزر. اكبر جزيرة هنا اللي هي جزيرة استراليا. عندي جزيرتين هنا، نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية. وعندي جزيرة واحدة هنا اسمها جزيرة تسمانيا، ودول يتحفظوا كويس. يبقى تعالى كده نعيد من الاول الجزر: جزر اليابان، الفلبين، جزيرة مدغشقر، جزر القمر، نيوزيلندا الشمالية، نيوزيلندا الجنوبية، وتسمانيا. قارة اوروبا بقى، قارة اوروبا بتتميز بايه؟ بتتميز بتعرج السواحل. يعني ايه تعرج سواحل؟ الساحل واخد الشكل ده، تمام؟ الشكل ده هيوديني لايه؟ هيوديني ان الموج لما بيجي بالمنظر ده. هنا في موج، لو انا عندي سفن وعايز اركن السفن، او اللي هي ترس السفن، فين يعني؟ هركن السفن في الجزء ده ناحية الموج، ولا الجزء اللي جوه ده اللي متداري؟ الجزء ده من المية بيبقى هادي قوي، ما بيبقاش فيه امواج، ويبقى ممكن ان انا اركن فيه السفن. والمكان اللي بتتركن فيه السفن بيبقى اسمه ايه؟ الميناء. يبقى التعرج اللي موجود ده تعرج ربنا اللي خلقه ولا احنا اللي عاملينه؟ ربنا اللي خلقه في القارة، يبقى ده اسمه تعرج طبيعي. يبقى المواني دي يبقى موانئ طبيعية. طب تاني يجي السؤال: ازاي؟ ما النتيجة المترتبة على تعرج سواحل قارة اوروبا وكثرة الجزر؟ هقول له ادى الى انشاء مواني طبيعية. طب بما تفسر وجود موانئ طبيعية في قارة اوروبا؟ هيبقى في سببين: السبب الاول تعرج السواحل، والسبب الثاني كثرة الجزر. تعال نشوف حاجة كمان: القارات دي ايه اللي يفصل ما بينها وما بين بعض، خاصة القارات القريبة من بعض؟ عندي اول حاجة تفصل قارة اسيا عن قارة استراليا، هتلاقيها بحر ارافورا، بيفصل اسيا عن استراليا. طب ما هو ممكن هي مكتوبة في كتاب الوزارة كده: بحر ارافورا يفصل ما بين استراليا وجزر اندونيسيا. طب ما هي جزر اندونيسيا جزء من اسيا، فيبقى بحر ارافورا بيفصل ما بين استراليا واسيا، او يفصل ما بين استراليا وجزر اندونيسيا. طيب ايه اللي يفصل ما بين قارة اسيا وقارة اوروبا؟ هتلاقي جبال الاورال، يبقى جبال الاورال تفصل ما بين قارة اسيا وما بين قارة اوروبا. طب تعال، ايه اللي يفصل ما بين قارة اسيا وافريقيا؟ مين ده؟ لسه حافظينه: البحر الاحمر.
وفي حاجة تاني تفصل؟ مضيق باب المندب خدنا السنة اللي فاتت. ده يفصل. في فرق ما بين كلمة يفصل ويوصل. اللي يوصلهم ببعض القارتين دول بيتقابلوا فين؟ هنا في شبه جزيرة سيناء. يبقى اللي يفصل اسيا عن افريقيا البحر الاحمر ومضيق باب المندب، واللي يوصلهم ببعض او بيلتقوا القارتين في شبه جزيرة سيناء. طب تعالى، اللي يفصل قارة اوروبا عن قارة افريقيا؟ البحر ده اللي هو البحر المتوسط. وفي مضيق هنا هو مش عليك في المنهج بس بنعرفه على الخريطة، مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق. طيب وفي نقطة أخيرة، مضيق بيفصل ما بين قارة آسيا وما بين قارة أمريكا الشمالية. هنا برضو المضيق ده مش عليك بس احنا بنقوله كمعلومة، مضيق اسمه مضيق برينج. تمام؟ بكده يبقى خلص الجزء الثاني من الدرس الأول بتاع قارات العالم. استنى بقى الجزء الثاني.